الفيلسوف قال لك انا نفهم الديب لما منين يكون ياكل في الخروف تسيل اللعاب نتاعو. انت بتتكلم جد؟ بالدار جاي يريق، هو ياكل في الخروف يتلدد، اما الخروف ياكل فيه الديب هو اللعاب نتاعو تسيل، هو يريق ويتلدد لان الذيب ياكل فيه. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن اضحك. اليوم الجزائر علاش خطيره؟ لان الجزائر ما عليهاش مديونيه، دي علامه من علامات الشعب، ما عليها حتى دين في كل افريقيا وشمال افريقيا، مستقله بمواقفها، مستقله بمواقفها، لان واحد ما يستناش فرنك، اللي يسال يجي يخلص. ما قلتي عيب كلامك والكوي. هو في التسعينيات، قبل التسعينيات كانت الجزائر تتكلم باسم ثلث البشريه. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ وكلمتنا مثلا في الجمعيه العامه تاع الامم المتحده، كلمتنا هي اللي تفوت، وبكلمتنا اللي دخلنا الصين في الامم المتحده. حيطلع يتخ. الافارقه كل الافارقه طالبين باش الجزائر تلعب الدور تاعها. انا نحذر المواطنين من هالفيسبوك، جاي من دوله ما تبغيناش الخير. انت بتضحك ازاي يا عم انت؟ بيكذب. ده بيكذب يا راجل. اما بالنسبه للقضيه الفلسطينيه فلا بد من القيام بالدوله المستقله في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. قلبك عامر بالايمان، لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. واعلن رسميا عن افتتاح الطبعه 19 للالعاب البحر الابيض المتوسط بوهران 2022. وانتصارة كبيرة هذه. تحيا الجزائر. المواطنين ما حبوش يلقحوا رواحهم، يعني ماشي ما حبوش يلقحوا روحهم، انا نحذر المواطنين من هالفيسبوك، جاي من دوله ما تبغيناش الخير. قال لي يدير الفاكسان غادي يموت، قال لي يدير الفاكسان يفقد كذا، قال لي يدير الفاكسان يصاب بالعقم. عرفتي شنو انا من هذه الكلمات كي يبدا يطلق هذه الكلمات كتجيني التبوريشه، كيجيني ايه باش الجزائريين ما يديروش الفاكسان وتوقع كارثه صحيه. انا كاع الناس اللي داروا الفاكسان، انا درت الفاكسان الحمد لله، ما كان حتى ما يطرح حتى مشكل. ديو كالم. باش توصل المناعه الجماعيه ليميونيتي كوليكتيف يخصك بالاقل 60 65% تاع الناس يكونوا متلقحين. شحال وصلنا اليوم؟ ما ناش رانا في ندور حول 20% تقريبا. شنو هي؟ عاودي وطنيا. بالنسبه للعاصمه شويه اكثر، بالنسبه للعاصمه لازم نوصل 2,500,000 هل هو فيه اقبال يعني حسب المعلومات؟ فيه اقبال، فيه اقبال دروك، لان شعروا الناس شعروا بالخطر، والخطر والشعور بالخطر تغلب على الاشاعات. ولكن نقول لهم ما ديروش على الاشاعات، راهم العلماء نتاعنا في الدين صرحوا الفتاوى. قلبك عامر بالايمان، لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. وهذا واش انت تجي واحد يقول لك فيها راك عارف شكون هذا؟ راك عارفه اولا لا كان من الجنس الفلاني ولا الجنس الفلاني ولا الجنس الفلاني، عارفه ولا كان كيف انت الكلام اللي يقولوا لك الناس الاطباء نتاعك هذا ما ديرش عليه ودير على فيسبوك واحد انونيم ماكش عارف وما باغيلكش الخير، سي سور ما حبلكش الخير. الناس اللي تلقحوا ويصرى عليهم. هذا هو. انا نتمنى هذه فرصه نداء الاخوات والاخوان
المواطنات والمواطنين باش تكون هبه قويه بالنسبه يمشوا للتلقيح. سير الله ياخذ فيك الحق، الله يعطيك طياره العشاء والناس كتعشى. لان التلقيح اولا هذا المشكل تاع الاكسجين هذا كاع ما يتطرحش، لان حتى لو كان يحكم الكوفيد يحكمه بصفه خفيفه كومي غريب سيفير. ميز بار كيلكو راركا اي انت روح دير التلقيح تاعك ما فيش مشكل فينا. على دولة تحيا الجزائر.